تخيل يا عزيزي، الناس بتحلم إنها تتزوج من جنسيات تانية، لكن تخيل معي بس إنه زوجتك تكون من الجن. زواج الإنس من الجن، خلونا نشوف قصتهم شنو. زواج الجن من الإنس يا عزيزي موجود في التراث، سواء كان السوداني أو العربي أو الغربي عموما، وفي قصص كثيرة تتحكي في كل القعدات واللمات، وكلنا سمعنا بقصة بتاعت فلان اتزوج جنية، أو فلان عنده جن عاشق بيتزوجه، سواء كان فلان ده بنت أو راجل. فخلينا نشوف شوية من القصص المشهورة جدا. بيقولوا زمان الحسن بن الهيثم كان عنده خلوة بيقعد فيها، وخلوة دي ما الخلوة بتاعت التحفيظ، لا، إنه كان بيقعد براو مع نفسه، بيتدارس وبيفكر وبيكتب علومه وهو قاعد براو، وبكون دايما عايش في كتبه وأوراقه، لحد ما في فترة من الفترات اختفى تماما، والناس كانت افتكرت إنه سافر أو شرد من الحتة دي. بعد سنين رجع ليهم، كان شكله ما زي الأول، شكله غريب كده وفيه حاجة ما مفهومة. فلما الناس بدأت تسأل الحاصل شنو ما الحاصل شنو، كان بيدي أجوبة مبهمة أو حاجات ما مفهومة، لحد ما في النهاية كشف السر واعترف لهم، وقال لهم إنه في يوم من الأيام لما كان في خلوته دي ظهرت له مرة جميلة جمال ما طبيعي، وورته إنها جنية، وكانت عندها درجة بتاعت علم بعيدة، لدرجة إنها ساعدته إنه يفهم حاجات بطريقة مختلفة، وحاجات ما كان بيتوقع إنه يفهمها، وحباها مع الزمن ويتزوجها، وعاشوا في عالمه، وإنه الزمن هناك بيمر بطريقة مختلفة عن الزمن هنا، لحد ما في يوم من الأيام جا راجع للعالم ده، والسبب الرجع شنو ما معروف. القصة قد تبدو غريبة جدا وبعض الناس ما حتصدقها، لكن في ناس كبيرة مؤمنة بها، خاصة مع العبقرية الغريبة لابن الهيثم، اللي كثير من الناس بتقول إنه العلم اللي عنده ما من العالم ده. قصتنا الثانية قصة راعي مغربي، صوته جميل جدا، والراعي نفسه كان بني آدم وجيه. ففي الجبال المغربية الزول ده كان بيطلع وبيمشي بيسرح بالغنم بالدارجة كده وبغني، وصوته كان جميل جدا، وزي ما قلنا هو ذاته وجيه جدا. ففي واحدة من طلعاته بدأ يحس بإنه في وجود غريب براقه، زي لما تحس بإنه في زول بعين لك وتعاين ما تلقى حاجة، فتواصل في غناه عادي. بعدها بفترة في طلعاته دي لقى إنه لما يغني في صوت أنثوي جميل جدا بيردد معاه في الغنى، يعني أشيل عنك تقول لك شيل عني، أعاين لك تعاين لك والكلام ده. فبقى بعاين لمصدر الصوت ما بيلقى حاجة، تاني يغني يسمع الصوت، تاني يعاين ما يلقى حاجة، استغرب ورجع تاني يوم. لما جا راجع تاني يوم جاته بيت جميلة جمال ما بتوصف، صوته جميل جدا، وعيونه فيها لمعة غريبة، والشعر طويل وأسود زي سواد الليل. طبعا ده وصف هم وصفانه. فالمهم الزولة دي قالت له أنا سمعت كمس وصوتك عجبني وأنا بغني معك، وأنت كلك على بعضك كده عجبتني، وأنا عاوز أكون ليك أنت، فرايك شنو؟ الراعي رغم خوفه ورغم إنه حاسس إنه الموضوع ده ما طبيعي ما قدر يقاوم جمالها ده، وفعلا مع الأيام حباها ويتزوجها. وبعد فترة بدأ يلاحظ حاجات غريبة، إنه كل ما يذكر اسم الله أو يكون ماشي المسجد ما بيلقى الزولة دي، لحد ما فترة ركز إنه هو ذاته بقى ما بيقدر يصلي. بعد فترة الراعي تعب وعيونه غارت، يعني دخلت لجوه، وبقى كل يوم ماشي حاله أسوأ، لحد ما مشى لشيخ القرية. وشيخ القرية بعد سمع كلامه قال له يا ولدي اللي انت عايش معاها دي ما إنسية، دي جنية، وده زواج محرم. الراعي أول ما سمع كلمة محرم دي الدنيا ضاقت بيه، رجع وبقى يفكر، وفعلا تاني يوم قرر إنه يحكي لها ويقول لها يا أخي شنو العفو والعافية، وانت من طريق ولا من طريق، ولا تضرني ولا أضرك. لما جا بدأ يتكلم معاها قالت له يا أخي معلش لحد هنا إحنا كويسين، أنا فعلا بحبك وانت زوجي، لكن ما بتطلع من العالم ده سالم. وفعلا الراعي بعدها اختفى وما ظهر له أي أثر، وناس كتار مرجحة فكرة إنها هي قتلته، والبعض الثاني قال إنه مات براو من التعب. القصة الثالثة حصلت في السودان مع قصر جميل جدا في مكان أبدا ما مكان، في قرية نائية. القرية دي وين بالضبط الله تعالى أعلم. القصر ده كانت عايشة فيه مرة واحدة براها، وكانت جميلة جمال ما بتوصف.
وكانت مسالمة جدا، لا بتضر زول ولا في زول بيضرها، والناس كلها بتحبها وهي بتحب الناس كلها وبتتعامل مع الناس دي كلها بطيبة. لكن الناس دي كلها كانت عارفة إن المرة دي عايشة براها وقاعدة براها. وكان في حاجات كثيرة بتحصل غريبة جدا، الناس كانت بتسمع أصوات ضحك وهزار وونست بصوت عالي في البيت بالليل، وإنه رغم إنه عارفين إنه البيت ده ما فيه كهرباء، الأنوار كلها بالليل كانت بتكون منورة. ودي ما الحاجة الغريبة، الحاجة الغريبة اللي حصلت إنه المرة دي لما اختفت فترة الناس عرفوا إنه المرة ماتت، ولما مشوا فتحوا البيت عشان يدفنوها ما لقوا جثتها. فناس كثيرة قالت إنه زوجها جني وهو السبب في الموضوع ده. قصتنا الرابعة قصة البت السعودية والجن العاشق. في قرية صغيرة من قرى السعودية كان في بنت جميلة جدا عايشة مع أهلها، بنت صغيرة في العمر ومواصفات في كل ملكات جمال العالم ما في. البنت في يوم من الأيام اختفت فجأة، وأهلها بقوا يفتشوا فيها بالأيام والشهور الطويلة، لحد ما في يوم من الأيام ظهرت قدام البيت. لكن ظهرت بحالة غريبة جدا، البنت كانت هزيلة ومنتهية، وشعرها مبشتم شديدة خلاص، وعيونها فيهم شرود ما طبيعي، والبنت كأنها مصدومة أو كأن في مصيبة حاصلة لها. لما أهلها سألوها كنت وين؟ قالت لهم كنت مع زوجي. ناس البيت انصدموا جدا وقالوا كيف يعني وهي أصلا ما متزوجة، لحد ما بعد تحانيس حكت لهم إنه جاها جني وحباها، جني عاشق يعني، واقنعها وقال لها تمشي معي لعالمي. وفعلا مشت لعالم عالمه ويتزوجها هناك. ولما قالت إنها عايزة ترجع وتشوف أهلها بقى يهددها، وإنه لو طلعت من هنا ما حيحصل لك خير، لحد ما وصلت للمرحلة دي. وأهلها بدوا ياخدوها على شيخ ويكرروا لها رقيات، لحد ما في يوم بعد رقية معينة قال لهم إنه خلاص الجن اللي فيها طلع واختفى وتاني ما حيرجع. لكن للأسف بعد ما إنها اتعالجت من الموضوع ده حالة ما رجعت زي الأول نهائي، والبنت ما رجعت اتعالجت 100%. فقصص زواج الجن من الإنس كثيرة، ولو انت عارف قصة احكيها لي في الكومنتات، ولو عندك قصة عاوزني احكيها رسلها لي في الخاص. كنت معاكم انا محمد البشر، ما وراء الستار. وما ننسى شير لايك سبسكرايب. السلام عليكم.